الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يفكرون بعقولهم وقسم يفكرون بأذانهم. فهذا الفيديو للناس اللي يفكرون بأذانهم وليس في عقولهم، يعني عايش بأفكار غيره. طبعا انقهر على نفسي أني كنت بيوم من الأيام أصدق بأي شيء ينتشر بين الناس بدون أن أكلف نفسي بالتأكد من صحة الخبر أو المصدر. والسبب ببساطة الأغلبية يحجون نفس القصة ونفس السالفة ومصدقيها بقوة، فما تقدر تصير نشاز وتخالفهم أو تناقشهم. ولذلك تكونت عندنا بالمجتمع أفكار وعادات كثيرة خاطئة ما ممكن أن تناقشها أو تحكي بيها. والسبب عقلية الجمع أو ما يسمى بنظرية القطيع. خلاص ما دام الناس يقولون هذا خطأ يعني خطأ، رغم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز آيات تدل على أنه رأي الأغلبية مو بالضرورة يكون صحيح. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأكثرهم للحق كارهون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر بالمقابل في آية أخرى إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم عليه السلام وحده كان يعادل أمة من البشر بوقته. فالشاهد الله سبحانه وتعالى انطانا هذا العقل نعمة اللي حسب دراسة حديثة أكدت أن الذاكرة الموجودة بهذا العقل حجمها أكثر من 1,000,000 جيجا بايت. نعم يا صديقي، أكثر من 1,000,000 جيجا بايت. وإذا تريد تتأكد غمض عينك الآن لمدة ثواني وراح تتذكر موقف حصل معاك من كنت بصف الثاني ابتدائي، أو تتذكر من كنت تدق الجرس على الجيران وتنهزم. لا تمزح، يعني هذا ما هو بيتكم. الخلاصة لا تصدق بكل ما تسمع، استخدم عقلك، فكر، تأكد. عقلك إلك، عقلك ملكك، عقلك مساحة خاصة بيك، لا تنطي مجال لإذنك أن تاخذ مكانه. وكالعادة غير أفكارك تتغير حياتك. سلامتكم.